فرصة تعليق حضرتك على كل التقارير التي ترسل فيما يخص حقوق الإنسان في مصر والمتعلقة بالأقباط. هو طبعا ترسل للخارج طبعا. واضح ان في سوء فهم متعمد من خلال اعلام، من خلال تلفزيون، من خلال قنوات، من خلال صحافة عن مفهوم حقوق الإنسان. والصورة مقلوبة أو معكوسة عند أذهان ناس كتيرة في الغرب، وطبعا واضح إن في عدم أمانة في النقل. ولما تبقى البلاد متعرضة لعنف والإرهاب والجريمة بهذه الصورة، إزاي نتكلم عن حقوق الإنسان في الوقت ده؟ إذن حضرتك بتلوم بشكل أو بآخر على من يكتبون هذه التقارير؟ طبعا واضح إنها تقارير مغرضة، وإنها تقارير يعني موجهة، أو يعني ممكن إنجاز التعبير هي